هذا الفيديو الأحفاد أحفاد أحفاد أحفادي. سجل يا تاريخ. فلسطين مظلومين باليهود والصهاينة، وأنا وعائلتي من 2013 مظلومين من ولاد بلادنا. اللي بارطاجا في الممات ديالي شي فيديو ولا فيديوهات ديالي والله ما نسمح ليه، حنا خصوم امام الله. لا عندي واحد السؤال الظالم، واش كتنعس كتشوف النعاس وكتنعس باش انك تظلم واحد جارك تظلمو وتدي له حقه وتجروا للمحكمه؟ والله يا الاخوان ما مخلص المحامي، مازال ما مخلصش، يعني مازال كيساني قسما بالله. يعني هذا المحامي ولد الناس، واحد الشاب يعني حقوقي ديال بصح، حقوقي ديال بصح، يعني نقولوا حقوقي، يقدر يجق لي ودني الا كنت انا متعدي. تحيه ليه. يعني انا كيفاش كيجيبنا من النعاس بخير ويحط راسو على المخده وهو متعدي على جارو؟ فهاد اللبس هذا انا دائما كنلبس هاد الكوفيه ديال فلسطين هادي. المحكمه عندها رسائل. اول حاجه كنتضامن مع خوتي الفلسطينيين على الصمود ديالهم اللي راهم صابرين للعدو الكيان الصهيوني. ثاني حاجه كنوجه بها رساله، هذا التضامن ديالي مع فلسطين تينا صبر وصابر على الظلم ديال خوتي في المغرب. هادوك راهم صابرين مع اليهود وانا صابر مع خوتي للاسف في المغرب اللي راهم ظالميننا. حتى قربوا لي اكسجين يحيدوه، رزقنا تقطعوه، رزقنا ورزق وليداتنا قطعوه، ودابا راه مجرجيننا في المحاكم. دابا انا غادي نتحاكم، غادي الاستئناف، لكن اقسم بالله الا عندي واحد الفرحه لداخل، عندي واحد الحدس ديال الفرحه ما قدرتش نعلن عليها، يعني ما عرفتش، داكشي من عند الله. دابا راها 8:30، المحامي قال لي غادي نتلاقاو مع 9:30، واني غادي على الله ورضات الوالدين. انا شوف، انا وثقت من 2013 هاد التعدو ديال هاد الجاره هادي، وثقت من 2013 التعدو ديالها، من 2013 فيديوهات موجودين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ماشي كنقول لك فيديوهات داب البارح ولا 2013 2021 2022، وها هو كنوثق عاود في 2024. ظلمات. وحنا دابا كنوثقوا باش كنقولوا لاي شخص شري الدار قبل الجار، وشري شري الجار قبل الدار، وشري الجار قبل الارض. السلام عليكم. هذا الفيديو الاحفاد احفاد احفاد احفادي. سجل يا تاريخ. فلسطين مظلومين باليهود والصهاينه، وانا وعائلتي من 2013 مظلومين من ولاد بلادنا. للاسف كيهزوا لاكارت البطاقه الوطنيه مغربيه، باسبور مغربي. علاش؟ شرينا ارض وجينا نبنيو، شرينا بفلوسنا وجينا نبنيو وينوض لك جار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار. ينوض هاد الجار هذا ويحرم عليك عيشتك لانه باغي ديك الدار، باغي ديك الارض. ربات 3 ديال اليتامى وكتعاون معاهم، كتجمع ريال بريال مع 4 الصباح باش دير لهم فين يسكنوا. تجي واحد الجاره تحرم عليك العيشه من 2013، تهدم ليك. اليوم دابا جلسه في الاستئناف. الحكم في 25 شهر 4. الحكم 25 شهر 4. وقفت مظلوم. واش ما عرفتش. موجودين الفيديوهات من 2013 عبر منصه يوتيوب. انا عاونتني المهنه ديالي، كنوثق وكنحط باش ما ينساوش بان تظلمنا. وسجل يا تاريخ. الدفاع ديالها جارنا كما جارته هو. وسجل يا تاريخ ان تجروا الجيران ديالنا لانهم داروا خير، كيتحارب الخير، لان شهدوا شهادات ثبوت البناء باش ندخلوا الضوء حتى حنا بحال الناس. لان ديك المنطقه ديال ام سعودن بلاد بوطيه بالجوطيه الناظور ديك الفتره ما يمكنلكش تدخل الضوء، لانه كانت مبنيه كانوا كيبنيو الناس بلا ترخيص. والدفاع ديالها الجار ديالنا كما الجار ديالها هي، كما الجيران ديال الاخرين. والمحاماه مبنيه على الحقوق والقانون
والإنسانية والمهنية والأخلاق. هذه هي المحاماة. محامي خصو يكون محايد، لأن عارف راحنا مظلومين وكيقول في الخفاء وفي الكواليس مظلومين، لكن للأسف الظلم ظلمات، ظلم ظلمات إلى يوم القيامة. واش أنا صحراوي ما عنديش حق في النظر؟ وراه الفيديوهات اللي كاينين ديال 2013 راه كيحكيو لأنني ماشي ولد جلدتك، حنا ماشي ولاد جلدتك، حنا شرينا بفلوس وعندنا الحق في البني بحالنا بحال الناس. علاش تحرشي الناس تحرضي باش يهدموا لينا؟ علاش تبني الطواليط؟ هذا سؤال. الفيديوهات موجودين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 2013 ل 2020 2022 7 شهر 11. كاينين الفيديوهات ديال الظلم. تجي تهميني انا سبيتك وقذفتك وشهرت بك، عار. الا زهقتي من المحكمه ديال الدنيا حنا خصوم امام الله. ظلم ظلمات يوم القيامه. سجل يا تاريخ وشوفوا احفادي، ماشي ضعف مني ولا خوف، قوه، احترام لهذا الوطن، احترام لهذا البلاد، احترام الناس اللي كافحت عليها. بغيت انا نكون من الناس، من هذوك الناس، ونكون صبار ونقول خوتي المغاربه حمق هذا اللي دمرني واللي دار فيا العيب واللي حقرني واللي تعدى عليا ضعيف. انا وياه خصوم امام الله، وانا صابر في الدنيا. تنصفت في بلادي مرحبا، ما تنصفتش انا وياه خصوم امام الله. المهم سجل يا تاريخ. اول مره كندخل لمحكمه الاستئناف 40 سنه. انا ما كان انا كيمشي لي رزقي، كيمشي لي الوقت ديالي، كيمشي لي كلشي. كنجلس كنقول الله ينعكس الشيطان، منو الله. وكنمشي نعاود نبدا من ازيرو، ونعاود نبدا من الصفر، ونقول بسم الله توكلت على الله، ونبعد من هنا. دخلت للمحكمه اليوم الاستئناف. شنو هما ملفات يحس العوال القضاة والمستشارين والموظفين ديال المحكمه؟ علاش؟ يا من هما كذابه، يا من هما نصابه، يا كلشي باغي البراءه. ملي نكون باغي البراءه، شكون دابا الظالم؟ شكون الظالم؟ يلا السؤال، شكون هو الظالم؟ لانكم كل شويه ابرياء. انا براسي كنطلب البراءه. شكون هو الظالم؟ الا انا كان الملف ديالي ما كاينش في دوك الملفات، تنازلت، صبرت، ماشي ضعف، خوف على هاد البلاد، احترام لهاد البلاد باش تقوى بمؤسساتها. يعني درت الخير في بلادي، لانني نجر واحد خويا مواطن او لا مواطنه نجرو ظلما وعدوانا ونتكرفس عليه في الواقع، نمشي لعند واحد الناس نضللهم ونكذب عليهم باش نزيد نسلب له الحريه ديالو. علاش؟ اذا هاد الناس مالين هاد الكوفيه كان الله في عونهم، وبعدا كيتكرفسوا عليهم وحدين عندهم معتقد اخر وعندهم ديانه اخرى، ماشي مسلمين، ماشي مغاربه. انا مغربي، وهذا المنكر اللي تندار فيا خوتي مغاربه، وهادو اللي جارين المحاكم مغاربه، واللي من 2013 هما كيتعداو علينا مغاربه. واش بغيتي نسولكم، واش كتنعسوا؟ واش كيجيكم النعاس بهذا الظلم ورمضان وتحلفي رمضان وتحلف 62 سنه؟ يا بني يحترمك اكبروا، يخلي شي شويه باش يلقى الله، يخلي واحد شويه باش يستقبل الموت. ربما تجيك الموت بشي طريقه اللي بنادم يقول لك هاد البنادم شنو دار حتى مات بهاد الطريقه. خلي غير شويه الموت ديالك برك من الظلم. يا بنادم، يا بني ادم، يا المروكي، يا المغربي، يا المسلم كما كيقولوا، خلي غير شي شويه باش تلقى الموت ديالك، ماشي باش تلقى الله، خلي غير باش تلقى الموت. الا كنتي غادي تموت بشي حادثه اولا شي حاجه، تموت في الفراش ديالك بعدا مستور. حسبي الله ونعم الوكيل من كل ظالم اللي بارطاجا في الممات ديالي شي فيديو ولا فيديوهات ديالي، والله ما نسمح ليه. حنا خصوم امام الله، لانني دابا محتاج للانسانيه، محتاج للمغاربه
تبارطاجي المعاناه والظلم اللي تعرضنا ليه حنا كعائله باحترامنا لبلادنا ومؤسساتنا. كنقولوا لا ما نتقلوش على بلادنا، لا لا، هذوك الناس معليش واحد مريض اناني، هادي حنا نكونوا مالين العقل ونصبروا، لكن الصبر حدود. بركه بركه من الظلم. يعني كنقولها عاود المره الاولى والمره الجوجه، اللي بغى يتضامن يتضامن دابا، اللي بغى يتعاطف يتعاطف دابا، ولكن في الممات ديالي ويبارطاجي شي واحد شي فيديو ولا الفيديوهات انا تابعه امام الله يوم تلاقى الخصوم.